كانت امنيه حياتها انها تخس، وفعلا هي حققت امنيتها معانا ومبسوطه جدا. هي جايه لنا اصلا، هي كانت ساكنه في المنصوره وخست من 105 ل 70 كيلو. دايما بنقابل مشكله بعد التخسيس وهي التثبيت، والنهارده جايه اثبت لكم ان المشكله دي معايا مش موجوده. امنيه حياتها كانت امنيه حياتها انها تخس، هي اسمها امنيه، وامنيه حياتها انها تخس، ومعايا حققت امنيتها. خست من 105 ل 70 كيلو. عايزه اقول لكم ان حياتها كلها اتغيرت. بتعاني من تكيسات كانت معاها من الحمل، كل ما تروح لدكتور يقول لها لازم تخسي، تروح تكشف يقول لها لازم تخسي، تروح تعمل اي حاجه، تعمل اي مجهود تتعب. كانت حياتها حرفيا شبه واقفه. فدلوقتي هي لما خست الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمها علشان الناس كتير تستفاد، وهي لحد دلوقتي متابعه معانا، ثبتنا على الوزن اللي احنا خسينا عليه وما زادتش حتى بعد الحمل. فاحنا دلوقتي عايزه اقول لكم بالظبط هي عملت ايه. هي كانت بتعاني من مشكله كبيره جدا، انها كان عندها شراهه جامده للحلويات وللنشويات عموما. كانت بتصحى تاكل فطيره وقراص قرص والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والمناقيش والفايش والكلام ده كله. وطبعا كل الحاجات دي احنا ظبطناها وما بقتش تاكل الحاجات دي خالص، بقت بتاكل حاجات صحيه. وده اللي خلاها حتى بعد ما حملت وبعد ما ولدت عرفت انها ترجع تاني للي احنا كنا بنعمله، لان هي خلاص احنا تكميم المعده بدون جراحه ده انا بظبط جسمها ومعدتها وهرموناتها كلها، ان انا بعمل لها نظام هرمون يظبط لها اللخبطه اللي حاصله في هرموناتها، بحيث ان انا مش مجرد ان انا بديها علاج وخلاص، لا انا مش بديها اي دواء شغال على المخ. كل الشغل بتاعي ان انا اقلل لها حجم معدتها، اشتغل لها ان انا اعدل لها اللايف ستايل بتاعها، بحيث انها تتعلم ايه الصح وايه الغلط فما تعملش الغلط ده تاني. تعرف ايه الحاجات اللي جسمها قابل انها تاكلها فما تاثرش عليها، وايه الحاجات اللي لما بتاكلها حتى لو في الحاجه دي في الطبيعي اصلا اي حد بياكلها وما بيحصلوش اي مشكله، وهي كلتها بتتخن بيزيد على الميزان. كمان انها كانت بتشرب 5 معالق سكر في الكوبايه 3-4 مرات في اليوم. دلوقتي لو حطت حتى ربع معلقه تحس انها كأنها مليانه سكر وترميها. ليه؟ لان احنا خلاص احنا ما بقاش عندنا لخبطه في الهرمونات، ما بقاش عندي مقاومه انسولين، ما بقاش في تكيسات مبايض، الحمد لله بفضل الله عالجنا كل المشاكل دي. كانت امنيه حياتها انها تخس، وفعلا هي حققت امنيتها معانا ومبسوطه جدا. هي جايه لنا اصلا، هي ساكنه في المنصوره، ومن اول ما تابعت معايا هي ما كملتش اصلا ال3 شهور وصلت للنتيجه اللي هي عايزاها واكتر. كمان اللبس اللي هي هتبقى معروضه فيه بالفيديو ده ما كانش بيدخل فيها اساسا. يعني تخيلوا بقى كانت مقاسها كام وبقت بتلبس كام. لا الدنيا اختلفت تماما معاها. تابعوا الفيديو لحد الاخر. كل الناس اللي بتشوفها بتقول ايه ده، ازاي انت عملتي تكميم؟ يقولوا لها، نقول لها لا ما عملتش تكميم. الناس مش مصدقه. في الاخر بقى لما جت كانت بتعمل الجلسات وبتعمل النظام بتاعنا، كان الناس بتقول لي هما ايه هي دي جايه تعمل ايه؟ تقول لها جايه تخس جايه تثبت. تقول لها هي اصلا رفيعه، هما فاكرينها ان هي طول حياتها كده، بس هي ما كانتش كده طبعا. هي خست كده بعد ما تابعت معايا وعالجت لها لخبطه الهرمونات اللي عندها، عملت لها نظام هرموني، عملت لها تكميم معده بدون جراحه بدون الم بدون اي ادويه مضره. ودي اهم حاجه يا جماعه، ان انا ما اخدش دواء مضر يبوظ صحتي ويأثر على نفسيتي ويجيب لي اكتئاب وضربات قلب سريعه. الحاجات دي احنا المفروض كلنا نبقى عارفين انها غلط. احنا كذا مره اقول لكم الكلام ده. فهي الحمد لله سمعت كلامي وما لخبطتش خالص. كانت بتسمع كلامي، اقول لها خدي فري تاخد فري، اقول لها ما تاخديش فري ما تاخديش فري. كانت بتقولي يا دكتوره الروشته بتاعتك فيها اكل كتير قوي، هو انا هخس وانا باكل كل ده؟ اقول لها هتخسي، كليه بالظبط وما تزوديش حاجه وانت هتخسي. فاحنا الفكره دلوقتي انا في ناس كتير بتتابعني تقول لي انا من العراق، انا من الجزائر، انا من الكويت. على فكره اللي عايز يخس هيجي ويخس، ودايما الاونلاين هيخسسك بس لو انت عايز نتيجه اسرع في وقت اقل لازم تجيلي. والله انا كان بيجيلي الناس من الجزائر ومن الكويت على هنا بالطياره ياخدوا الميزوثيرابي ويروحوا تاني. فاللي عايز يخس وعايز يجي هيجي، ما تعملوش المسافه انها تكون هي الحجه بتاعتكم. تمام. اهم حاجه ان انا اكون عندي اراده قويه، اعقد النيه ان انا المره دي انا غير كل مره، ان انا المره دي هبدا صح، هلتزم مع الدكتوره، هسمع كلامها كله، مش هلخبط، مش هعمل ميكس بين نظامها وبين نظام اي حد تاني او اي معلومه انا عملتها قبل كده، لان ده هيساعدني كتير زي ما قلت لكم قبل كده. هنظبط اكلنا، هنظبط شهيتنا. حتى لو عندك دوخه، عندك تعب، عندك ارهاق، قولي لي وانا هظبطها لك. هعرض لكم دلوقتي الفيديو بتاع امنيه اللي كانت امنيه حياتها انها تخس.
هتحكي لكم بالظبط هي كانت كام وبقت كام، وبالصور صورتها قبل وبعد، وهوضح لكم كل الحاجات دي في الفيديو. تابعوا الفيديو لحد الاخر. نتائجنا بتتكلم عننا، دايما بنقابل مشكله بعد التخسيس وهي التثبيت، والنهارده جاي اثبت لكم ان المشكله دي معايا مش موجوده. معانا بطله جديده من ابطال تحدي تكميم المعده بدون جراحه، هتتكلم عن تجربتها بنفسها. انا اسمي امنيه، كان امنيه حياتي اخس والحمد لله حققت الامنيه ديت بفضل ربنا ثم دكتور شيرين. لفيت كتير بجد والله عشان اخس واوصل للجسم ده. فعانيت كتيره وصرفت الوفات كتيره. لا جيت لدكتور شيرين بجد ما خيبتش ظني زي ما سمعت عنها بره. كان وزني 105، دلوقتي بقيت ما شاء الله 70. انا والله كنت هعمل تكميم معده فعلا، بس ناس كتير نصحتني اجي هنا، فقلت اجي اجرب وانا جاي اساسا مش واثقه يعني. بس بجد الدكتور عدت الحدود فعلا. اشطر دكتور فعلا في مدينه السادات، واشطر دكتور قابلتها في حياتي بامانه. انت جايه لنا منين؟ انا جايه من المنصوره اساسا، بس لسه مقيمه هنا بقالي زي سنه. خسيتي من كام لكام؟ كنت 105 ودلوقتي بقيت 70. والمقاسات؟ كنت بلبس 3 اكس، دلوقتي بقيت بلبس لارج. هل بناخد ادويه تخسيس او الحقن اللي بتوقف الهضم؟ لا خالص والله، لا كله حاجات طبيعيه جدا جدا يعني. هل حسيتي بدوخه او تعب؟ لا خالص والله، عمري ما حسيت الاحساس ده. بتهتمي طبعا بالفيتامين والحاجات دي بجد. وبعد التثبيت؟ لا ما خسيت، ما زدتش حتى ربع كيلو، مثبته بقالي فتره كبيره. هل في حرمان؟ لا خالص والله. بناكل كل حاجه ولا دي مش روشته، دي حاجات بتخلي المفروض الواحد لزلز، بس بخس مش عارفه ازاي ان شاء الله.